السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده روتين صغير وسريع، انا عاملاه بسبب بس عشان عايزه اقول ايه كلمتين في الاخر كده، حاجه بجربها يعني عشان اقول لمتابعيني عليها. فقلت اغسل شويه المواعين دول قدامكم الاول. بصوا يا حبايب قلبي، عايزه مواعينك شمعه فله منوره. تعملي ايه بقى؟ الطبق اللي بتحطي فيه السائل بتاعك، زودي معاه ايه؟ تحطي الصابون بتاعك اللي انت بتستخدميه، اي نوع اللي انت بتحبيه ومرتاحه له. هتحطي معاه بس شويه خل، وتحطي معلقه بيكنج باودر او معلقه صغيره بتاعه الشاي دي، كربوناتو. يا كربوناتو يا بيكنج باودر، اي بلاستيك، اي ستانلس، اي ميلامين صيني. كوبايات الازاز بتبقى فله شمعه منوره، مش لازم كل غسله يعني. ممكن بعد غسلتين ثلاثه كده. بصي الطبق اللي انا بغسله الابيض ده، تلاقي مواعينك كده مش مرتاحه لها او مش شكلها مش عاجبك، اعملي كده وهتدعي لي بجد. هيبقوا فله زي الفل. ده بالنسبه للحاجات اللي هي الازاز والصيني زي ما اتفقنا والاستانلس. اما الالمونيا دي بقى ليها فيديو جامد لوحده كده، هيعجبكم قوي ان شاء الله. بصوا البرطمان الصغير ده اللي انا بغسله، ده انا يعني كان فيه دقه وتوم وحاجات زي دي. بعد ما غسلته حطيت شويه خل فيه، علشان اعرف ان ايه، إن الريحه راحت منه خالص، عشان لو استعملته في بهارات او في حاجه تانية ما يبقاش ريحته لقطه حاجه يعني. بس يا حبايبي كده حتى حوضك بينضف، بيبقى زي الفل زي ما انتم شايفين، بيلمع كده. الخل والكربوناتو مع بعض، مع سائل المواعين، مع ميتك العاديه خالص في الطبق اللي انت بتغسلي منه يعني. دي بتودي المواعين، بتخليها زي الفل بجد. اديني خلصت وبقيت الصابون اهو. بعمل السيراميك ده اللي حوالين الحوض بالحوض وكده، وبعد كده هنشطف في المواعين. ولا بتخلي المواعين تجير، لو انت يعني مثلا صفيتيهم وفي المطبقيه وتيجي تاخدي طبق ولا حاجه ما تلاقوهوش مجير، ما تلاقيش الصابون لسه مثلا سايب علامات عليه ولا اي حاجه. جربي الخل والكربوناتو او الخل والبيكنج باودر، والله العظيم هتدعيلي. بيخلي المواعين زي الفل، كوبايات الازاز زي الفل. يعني هتعجبك قوي ان شاء الله. بس كده يا حبايبي، وبعد كده هنعمل بقى روتين تاني كده دلوقتي في الفيديو هوريهولكم. عشان جربت حاجة كده لأول مرة احطها يعني على البوتاجاز بتاعي، وعايزة اقول لكم على النتيجة بتاعتها. بس كده بنشطف بقى مواعيننا زي ما انتم شايفين كده، وبنسيبها تتصفى. وبعد كده يا حبايبي هنشوف بقية الفيديو بتاعنا فيه ايه. لو عايزين من الفيديوهات دي او الروتينات دي بيقولوا لي، وانا هعمل ان شاء الله معاكم فيديوهات زي دي كتير كده. اهو هنشطف بقية مواعين. بصوا المواعين عاملة ازاي، هتبقى زي الفل زي ما قلت لك. حتى الحوض بتاعك مطرح الغسيل يعني، بس بينضف ازاي وبيبقى نضيف يعني ما شاء الله. الخلطة دي هتصدقوني هتعجبكم قوي. هنشطفهم بقى كويس زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هنخش على الخطوة التانية، بس بعد ما نخلص الحاجات دي الأول. بصوا الاستانلس، بصوا الصينية الاستانلس عاملة ازاي. لو اقول لكم الحاجات دي يعني قديمة عندي وكده، بس اللهم لك الحمد، يعني اي حد يشوف الحاجة يفكرها جديدة. هنصفيهم كويس كده وهنشطف حوضنا بقى كويس. حتى حوض الحمام لو عايزة، الحنفيات، الحاجات دي كلها بتفرق. الخل والكربوناتو مع بعض او الخل والبيكنج باودر مع بعض بيخلوا الدنيا زي الفل. وبعدين انا عايزه اقول لكم على حاجه، والله العظيم ما تضحكوش عليا. انا عامله ليفه للكوبايات، وليفه للاطباق البلاستيك هي الالومنيا يعني، لا الاطباق البلاستيك والميلامين والصيني والحاجات دي. مش عارفه انا حابه كده يعني. وليفه تانية بقى الالومنيا اللي انا بحط فيها السلكه دي، عشان انا بغسل الالومنيا مش بسائل مواعين خالص، بحاجات تانية يعني. بصوا بقى، رحنا للبوتاجاز كده هنرش بالخلطه اللي انا قايله لكم عليها مره في فيديو. اللي هي البخاخه دي فيها ايه؟ فيها كربوناتو وخل وصابون سائل. انا رشيته الحمالات دي بتاعت البوتاجاز عليه عشان اعرف املكها بس وادعكها كده زي ما انتم شايفين. خلاص هنغسل بقى بوتاجازنا كويس.
بالنسبة بقى لغسيل البوتاجاز أنا جِبته ليه تاني معاكم كده، أنا في ورق بوتاجازات أنا بابيعه عندي في المحل يعني، فمش موجود في السوق، بقى له كتير التجار مش بتنزّله، كان ورق تقيل كده محمّل وكويس، فأنا جِبت نوع تاني جديد، فعشان أنا زبايني بيثقوا يعني في كلامي وكده عايزين يعرفوا إن ده نوع كويس والّا لأ، فقُلت أجرّبه أنا عندي الأول، وبعد كده أقول للناس إن هو حلو والّا لأ. أي حاجة باجيبها المحل، مثلًا زي باور أو أي حاجة يعني بخصوص المحل، لازم أجرّبها عندي الأول عشان أقول يعني أصحابي وزبايني وكده لمّا حد بياخد من عندي حاجة حلوة باقول حلوة، وِحشة باقول لهم مش كويسة يعني ما تستعملوهاش وكده، فبيثقوا في كلامي يعني. فالنوع الجديد بتاع الفويل بتاع البوتاجاز ده من شركة جديدة خالص، رغم إن هي شركة يعني مشهورة، بس خفيف شوية، فقُلت أجرّبه عندي الأول وبعد كده إيه، لمّا آجي أبيع يعني لزبايني وكده أقول لهم إن كان هو حلو والّا وِحِش، بس الأولاني طبعًا اللي هو بطّل ينزل ده تقريبًا كان مستورد والّا حاجة، آمم، هو ده بقى الفويل، ده كان حلو أوي القديم، بس ده بقى هنجرّبه دلوقتي مع بعض وهابقى أقول لكم النتيجة إيه بقى، حتى هاقول لكم اسم الشركة يعني، لكن لو طلع مش كويس هاقول. بُصّوا خفيف خالص، التاني كنت باغسله، أنا أصلًا مش باحبه على فكرة، بس كنت باحط برضه زي ما قُلت لكم الحاجة عشان أجرّبها عشان أقول لزبايني حلو أو مش حلو، أهو كده. طبعًا بتخرّمي كده وبتشيلي الورقة الزيادة أو بتتنيها يعني على جنب، وبعد كده إيه، بتحطّي العيون بتاعتِك. أنا بافضّل البوتاجاز من غيره. بُصّوا هو خفيف إزاي، بس بعد كده هنعرف بقى إن كان هو نوعه كويس أو مش كويس. هاغلِّف بقى العين دي خلاص مش عايزاها دي، بافضل أدعكها كتير على الفاضي ومش باستخدمها. هنقفلها كده ببقية الورقة، هنغطّي البوتاجاز نركّب يعني الحاجات بتاعته العيون بتاعته، وهنجرّب الورق ده بقى هيبقى كويس والّا لأ. وبعد كده هاقول لزبايني بقى إن هو كويس ياخدوه يستعملوه والّا لأ، عشان كتير أوي بيسألوني على الورق القديم وده مش موجود. بُصّوا آخر الحاجة أهو شكل البوتاجاز كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو حابين الفيديو قولوا لي وهنعمل روتينات كتيرة مع بعض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة،